بسفر الرؤيا 3 مرات بيقول ها أنا آتي سريعا. لما كتب سفر الرؤيا بوحي الرب يسوع أعلن ليوحنا بيقول ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب، يتمسك بهيدي الكلمة. مرة ثانية بعد 12 صح 22 بيقول وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. الكتاب يحذرنا لكي نكون مستعدين. الكتاب يريدنا أن يكون يقظين. الكتاب يريد أن يغيرنا من الداخل. الكتاب لا يريدنا أن نتفاجأ في مجيء الرب يسوع المسيح، ولكن يريدنا أن نكون مستعدين فرحانين ليوم اللقاء العريس مع العروس. بمتى 25 بعد ما يحكي مثل العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، نصيحة الرب، هدف المثل نصيحة الرب بيقول لهم فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة ولا الدقيقة ولا الثانية التي يأتي فيها ابن الإنسان. اليوم يوم سهر وليس وقت للنوم. كمسيحيين اليوم نحن نائمين. يسوع يساعدنا أن نستيقظ من النوم لكي نسلك السلوك الذي يليق بقديسين ينتظرون سرعة مجيء عريسهم. بفيليبي بيقول فإن سيرتنا، شو يعني سيرتنا؟ يعني وطننا، جنسيتنا، يعني الشيء اللي بيشغل بالنا، الشيء اللي نحن لويال إله، اللي نحن يعني belong to him. جنسيتنا نحن، وطننا، ولائنا الحقيقي. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. لا تخاف، يوم من الأيام كل شيء رح يتغير. إن كنت مريض هذا المرض رح يروح، إن كنت ضعيف هذا رح يروح، إن كنت مش عاجبك شكلك رح يتغير، إن كنت في أي شيء مش مبسوط منه رح يتغير. رح تكون كامل، رح تقف بصحة كاملة بقوة كاملة في محضر رب الأرباب وملك الملوك. كل شيء رح يتغير في يوم من الأيام. خلينا نكون سهرانين يقظين إلى أن نتقابل مع عريسنا.